السلام عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ النهارده هعمل معاكم طاجن المكرونه باللحمه المفرومه في الفرن. جبت بقى، نزلت اشتريت بقى المكرونه، ودول شويه حاجات كده جبتهم لتشجيعا مني للبنات علشان بيصوموا. عندي ياسمين هي في اولى ابتدائي، بتصوم لحد المغرب، وساندي هي بتصوم بس معتقدة ان يعني ايه شرب النسكافيه والمية ما بيفطرش، فيعني ايه برضو بشجعها يعني. جبت مارشميلو، والطويل اللي عامل شكل القلم ده البان، واللي عامل شكل الايس كريم ده بسكوت بالشوكولاتة، وده بسكوت بالمكسرات، والطويل ده شوكولاتة سايحة، والتاني ده بسكوت بيتغمس بالشوكولاتة. وجبت لهم زبادو تشجيعا بقى كده علشان يعني ايه يتحمسوا للصيام. ندخل بقى كده في الموضوع بتاعنا. هحضر بقى ميه كده على البوتاجاز، هسخنها عشان اسلق المكرونه، وده لحمه وانا كنت معصجاها معاكم. وحله تانية كده على جنب هنزل بشويه زيت حلوين كده، ومعايا بصلايه كبيره مفرومه هشوحها كده. وخلاص الميه بتاعت المكرونه اهي غليت، هنزل بقى بنقطه زيت كده ومعلقه ملح، معلقه صغيره ملح، وانزل بالمكرونه. دول كيسين مكرونه كيلو. هقلبهم بقى كده واسيبهم علشان يستلقوا. وخلاص البصله اتشوحت معايا كده. عصير طماطم، شفشق، شفشق كامل يعني. الكيلو المكرونه اللي انا هعمله هيتعمل قباله كيلو عصير طماطم. واسيبها بقى تستوي. وخلاص كده المكرونة اتسلقت، انا كده بشوفها مش بدوقها عشان ما تفكروش ان انا كنت بدوقها. انا كنت بنفخ فيها علشان يعني اشوفها هي استوت ولا ايه، اتسلقت ولا ايه. هصفيها بقى كده واركنها على جنب، وبعدين اكمل اشوف هعمل ايه. البخار كان مداري على الكاميرا. وخلاص كده الصلصة بتاعتي استوت. هملحها وهحط لها معلقة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة. تمام كده. هاخد بقى كده كبشة من الصلصة بتاعتنا دي على اللحمة المفرومة وهقلبها. الطبخة ديت سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد اي وقت. تمام كده. وهاخد بقى بقية الصلصة اللي معانا دي، هنزل بيها على المكرونة وهقلبها كويس. و... والملح بقى بيبقى حسب الذوق، بتحطيه في الصلصة علشان يبقى متقلب في المكرونة كويس. وهحضر بقى كده الطاجن، وهنزل بنقطة زيت علشان نبطنه.
وهنزل بقى باللحمة المعصجة معانا ديت في الأرضية هوزعها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين المكرونة، وتكبسي المكرونة كويس علشان لما تيجي تقلبيه طاجن تبقى متماسكة كده وتنزل معاكي بشكل متساوي. تمام كده. هغلفها بقى بورق الألمونيا. بيبقى هو طبقتين كده، طبقة بتلمع قوي والطبقة التانية مطفية. هخلي اللي بتلمع قوي هي اللي جوه، واغطيها بقى كده كويس علشان لما ادخلها الفرن المكرونة ما تنشفش. وهدخلها الفرن ربع ساعة، ربع ساعة ما تطوليش. وخلاص كده هقلب الطاجن. وده شكل الطاجن بتاعنا. بجد الطعم جميل، جربوها هتعجبكم. متنسيوش بقى في اللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.